مخبوزات أولا فطائر رمضانية بعجينة قطنية مفشفشة وكتجي غزالة ب3 الحشوات مختلفين وكذلك أشكال مختلفين. أجيو نشوفوا معايا الطريقة والمقادير. هنا في بول غندير واحد الكاس ديال الماء دافي بطبيعة الحال، نزيدو عليه واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال السنيدة، نخلطوهم مع بعضياتهم ونخليوهم واحد 10 دقايق يتفاعلوا. من بعد ما تكون الخميرة والسنيدة تفاعلوا مع بعضياتهم غنوليو نزيدو عليهم تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الدقيق بالتدريج، وحنا كنخلطوا باش نشوفوا واش داك الماء غادي يكفينا مع الدقيق. صافي غنبداو نعجنوهم. بالنسبة للمنسمات اللي غنزيدو شوية الملحة، بياض بيضة، الصفر غنحتاجو من بعد تقريبا واحد 2 كيسان ديال الزيت العادية، معلقة صغيرة ديال الموطارد. وكما قلت لكم نبداو نعجنوا العجينة. بالنسبة للعجينة ضروري خصها تعجن ودلك واحد شوية حتى كتعطينا واحد الملمس اللي هو رطب، كتكون كتلص هكا رطبة وما كتلصقش في اليد. فاش كنكملوها مزيان كنوليو نزيدو عليها واحد شوية ديال الزيت ندهنوها به ونخليوها تخمر على خاطرها. اكيد العجينه غنحطوها في شي بلاصه دافيه ونغطيوها بلاستيك غذائي باش هكا دغيا كتطلع لينا تقريبا ما كتاخذش واحد 10 ديال الدقائق كتكون واجده. وغندوزو نيشان باش نحضر معكم اول حشوه اللي غادي نقادو. فاول حاجه غندير ديميني برجر بواحد الكفته اللي زوينه. هنا خديت تقريبا واحد 100 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، زدت عليها فلفله مقطعه طريفات، زدت عليها بصله وربيع. بالنسبه للتوابل درت ملحه، كمون، شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، هادو هما التوابل اللي كانوا، وشويه ديال الزيت غير شويه. وغنوليو نزيدو عليها تقريبا واحد فص واحد ديال الثومه وكيبقى اختياري بطبيعه الحال. المهم هادشي كامل غنخلطوه مزيان حتى كتماسك لينا العجينه. نخليوها هكا تشرب ونكمل معكم طريقه التحضير ديال العجينه. فاول حاجه هنا العجينه كما كتشوفوا تبارك الله طلعت. بالنسبه للعجينه كتجي مفشفشه لواحد الدرجه ما تصوروهاش، وكيجي فيها الحشوات كاملين زوينين. انا هنا غنشارك معكم 3 ديال الحشوات اللي انا درتهم، وانتم تقدروا تبدلوا الحشوه باي حاجه اولا تبدلوا الشكل باي طريقه بغيتو. صافي هنا من بعد ما حيدت الهواء من العجينه غنقسمها على 3 ديال الكرات هكا متساويين. اول كره غناخدها وغنطلقها شويه ونقطعها تقريبا على واحد 5 ديال هكا ديال الكرات الصغيورين، تقريبا فيهم ديك 30 غرام بحال هكاك. هادو غنخليهم بحال هكا باش نصاوبوا بهم لي ميني برجر كما قلت لكم قبيله. نديروهم في لاطه ومن بعد غندهنوهم بشويه ديال الصفار ديال البيض ونذوقوهم بشويه ديال الزنجلان وندخلوهم يطيبوا. هذه هي اول وحده سهله وبسيطه. واما الحشوات الاخرين فانا غنوريكم دابا شنو غنديروا. من بعد ما خليت هادو يخمروا ناخذ ثاني كره وبنفس الطريقه نقسمها حتى هي على كرات صغار. هادوك الكرات غنبسطوهم بحال هكا. هنا عندي صوص ديال الطوماط ديجا حضرتها معكم في الفيديو ديال التنظيم ديال الثلاجه، ديجا كنكون حاطاها في الفريو كنت باغا غير نسخنها. زدت عليها الطون، زدت عليها فرماج هكا لي مربعات. صافي وغنبدا نحضر منهم دي ساندويتش بحال هكا. اول حاجه كنجمعوا الاطراف ديال العجينه وكنبقاو هكا نقرصوا فيهم باش كنضمنوا انها تسد مزيان وما تخرجش لينا الحشوه في الفران. من بعد بحال هكا نحربلها واحد شويه باش تشد ديك الفورمه ديال الساندويتش ونحطوهم في اللاطة اللي غتدخل الفران. غنشكل معكم وحدة أخرى بنفس الطريقة غير باش تكون توضيحية أكثر. صافي هنايا درت بسطت العجينة هي الأولى، ومن بعد درت هنايا الطون كما كتشوفوا شويه ديال الفرماج. تقدروا ديروا كاسر، ديروا زيتون، ديروا اي حاجه بغيتوها، راه كما قلت لكم العمارات نتوما اللي كتحكموا فيهم. هادو حتى هما غنخليوهم يخمروا تقريبا واحد 15 دقيقه، عاد غنوليو نديروا ليهم البيض وزينوهم باش يدخلوا الفران. ثالث حشوه اللي غادي نحضر معاكم اولا ثالث كوره ديال العجينه غناخذوها حتى هي وغادي نطلقوها تقريبا على سمك ديال واحد 5 ملم بحال هكاك اولا اقل. المهم على اقل سمك قدرتو لحقاش هما كيتنفخوا فاش كنكونوا كنطيبوهم. من بعد ما غادي نبسطها مزيان غنولي نقطعها. نورمالمون انا عندي هنا على حساب العجينه اللي كانت عندي والرق اللي كان فيها كما كتشوفوا السمك ديالها رقيق، قسمتها على 4 عطاوني تقريبا اشكال صغار وزوينين في الشده وكما كنقولوا حلوين ملي كتشوفهم. من بعد هنايا ما قسمتهم على 8 خديت التحت ديالها وقسمتها هكا بشويه بزهر ديال الموس غير باش ملي نكون كنطوي اولا كنلفهم تجي مزيانه. خديت نفس الصوص ديال صوص طوماط، هنايا درت شويه ديال الصوصيص شويه ديال الفرماج، تقدروا تعوضوه بموتزاريلا، فرماج احمر، ديروا اي حاجه. وبديت كنشكلهم بحال هكا بحال دي ميني كرواسون بحال هكا.
كيعطي واحد المنيضر وواحد الشكل زوين. صافي من بعد ما ستفتهم في اللاطه اللي غتدخل الفران، غنوليو نخليوهم كما قلت لكم يخمروا واحد 10 دقائق. كندهنوه بالصفار ديال البيض اللي عليه واحد القطره ديال الخل، ومن بعد كنوليو نديرو عليهم واحد شويه ديال الزنجلان اولا اللي بغيتو. تقدروا تخليهم غير بحال هكا. هادو لي ميني ساندويتش اولا لي ساندويتش كنت قطعتهم هكا بالموس وعاد دخلتهم الفران يطيبوا. صافي في هاد الوقيته هادي فاش هما داخلين الفران جيت نقاد هادو ديال البرجر، خديت ديك الكفته وشكلتها على شكل كفيتات هكا صغار ودخلتهم هكا شويه يتحمروا في المقله. بالنسبه للحشوه ديالهم ما كتجيش باينه بالمره وكتخرج لينا كميه كبيره. وهذه الطريقه كتجيني انا زوينه بالاخص الوليدات اللي ما كياكلوش الخضره، فتقدروا تدخلوها عليهم في الكفته وكتجي زعما لا المنيضر ولا كلشي. صافي هنا من بعد ما بديت خرجت البرجر من الفران. شوفوا معايا الطريقه بعدا ديالو وشحال كيجي مفشفش. وهنا الفران غير العادي ماشي حتى ديال الضوء، وتبارك الله كيجيو زوينين. صافي هنا غنحلهم. بالنسبه للعماره تعمروهم بالطريقه اللي كتناسبكم كيف ديما. انا هنايا ما كانش عندي المايونيز، خديت فرماج مثلثات هكا قسمته دهنت به لتحت ودرت الخس طريف ديال المطيشه. وهاد كما قلت لكم العماره كتبقى خشياريه، اللي بغى يدير بصله يديرها بحكم انا كديرها في الكفته ما بغيتش نديرها. هنا راه زدت الفرماج كاري حتى هو غير في الاول ما كنت ناسيه حتى الاخر عاد تفكرته. خديت واحد الكيردو مع طوماط سوريز هكا ذوقتهم بهم باش كيبقى واحد الشكل. بالنسبه للشكل كما قلت لكم هنا شويه كبار ماشي صغيورين، بالنسبه للفطور ولا هذا كيبانوا ليا مزيانين. كاين هذا هو الشكل النهائي ديالهم كي كيجيو. هنا غنحل معكم باش تشوفوا معايا الطريقه ديالهم والتشفيشه كي كيجيو غزالين. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم احسن نتوما يا ربي، وزينوا بهم الطفله ديال رمضان. وبالمناسبه باشركم مبارك وان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر الفاضل بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كتمناو في حياتكم يا ربي. هنا شوفوا معايا لي برجر كي جاو، شوفوا معايا العجينه من الداخل شحال مفشفشه وكتبان لك خاويه من الداخل. صراحه الله غزاله غزاله غزاله. بالنسبه للحشوات كما قلت لكم راه نتوما اللي كتحكموا فيهم. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. كيف ديما لا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاحباب والاصحاب. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. انا اسماء بوسلام كيف ديما. ما تنساوش انكم تضيفوني عندكم او لا تفعلوا خاصيه الاشتراك وكذلك الضغط على الجرس ليوصلكم كل من هو جديد. ان شاء الله في هذا الشهر هذا غيكونوا بزاف ديال الفيديوهات غادي ينالوا اعجابكم. نتلاقاو في فيديو جديد ودمتم في رعايه الله.